بيبدأ فيلمنا النهاردة بمشهد بنت صغيرة اسمها ويلة بتكون في مكان متدمر وماسكة سيف، ومن الواضح إن في حاجة مش طبيعية بتحصل. المهم بنروح لزمان وبيكون العالم على طبيعته، وبنيجي للوقت الحاضر وبنعرف إن الحياة ما بقتش موجودة وكل حاجة اتدمرت. المهم بيظهر معانا شخصية جديدة بيكون اسمها مايلة، وبتكون موجودة في معسكر كل اللي موجود فيه بنات بس، وبتكون مايلة القائدة للمعسكر، وبيكونوا بيجهزوا وفعلا بيبدأوا يضربوا صواريخ على مناطق تانية، وبيبدأ يتقدموا فعلا. ومايلة بتكون في المقدمة وماسكة سيف، وبيظهر كائنات غريبة، ومايلة بتكون قائدة بمعنى الكلمة فعلا، وبتهجم عليهم من غير أي خوف. المهم بنروح لشخص جديد اسمه لوك، وبيكون متجوز مايلة، والطفلة وايلة اللي ظهرت أول الفيلم بتكون بنتهم. المهم بيكون بيشرح ليها إن الحياة كانت طبيعية قبل 15 سنة، ولكن حصل حاجة غريبة، وإن كل القصة دي من وحي خياله عشان يخلي عند بنته أمل إن في أشخاص هتخلص على الوحوش دي. وفعلا بيحكي ليها، ووايلة بتكون فرحانة ومنبهرة بيه، وبيكونوا عاملين عيد ميلاد لوايلة وبيحتفلوا بيه عشان ما تحسش بالدمار الموجود في العالم. وبيكون لوك عامل كلب من الخيط، وبيقول لوايلة هي دي الهدية بتاعتك. ووايلة ما بتكونش شافت أي كلب قبل كده وبتفرح جدا بيه، ومايلة بتقول لها لو قابلني كلب حقيقي هجيبه ليك. وبيوصل ليهم إن هما لازم يتحركوا من مكانهم بسرعة عشان الوحوش دي هتهجم عليهم فعلا. وفعلا بيركبوا عربيات عشان تنقلهم، وبيتكلموا، وبنعرف إن الوحوش دي أي شخص بتعضه بيتحول، وبتكون نسبة التحول بالنسبة